السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعيني؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا رمضان ما بيحلى إلا بحلا، وحلا لذيذ ويسرسح. رح أعمل معاكم حلا الزبادي بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بالبداية رح نحتاج 3 حبات من بسكوت الشاي، رح نفرمهم ناعم وننزل عليهم 100 جرام من الزبدة. ويفضل إنك تفرم الزبدة مع البسكوت لحتى يعطيك القوام المطلوب. حطيت طبعا تقريبا من 3 ل 4 ملاعق زيت وحركتهم كتير مع بعض. طيب بدك تقدميهم بالصحون الحرارية هاي ما في مشكلة، ما بدك بإمكانك تستخدم الصينية أو بايركس. رح نوزع البسكوت اللي احنا عملناه بالقاع ورح ندبكهم كتير منيح ونحطهم بالفريزر لنجهز الطبقة الثانية. الطبقة الثانية هي عبارة عن 2 كوب من السكر و2 كوب من حليب البودرة و2 كوب من اللبن الزبادي وعلبة من القشطة. راح نحركهم كتير منيح مع بعض. إذا حسينا القوام ثقيل بنضيف عليهم فنجان من المية. بعد ما نظبط معانا القوام تمام بنوزع الخليط الأبيض على فوق البسكوت تمام بالتساوي. المقدار هذا يا جماعة عمل لي 15 صحن من اللي انتم شايفينهم. بعد ما وزعت دقيت الصينية مرتين على اساس يفرغ الهواء الموجود، ودخلتهم في الفرن لحتى ينشوي. فتحت الشواية عليهم وبمجرد ما تماسكوا معايا طلعتهم. راح نجهز الطبقة الثالثة وهي عبارة عن ضرفين كريم كراميل وملعقتين كبار من الكاكاو وملعقة من بودرة النسكافيه أي نوع، وراح نغليهم على النار مع لتر مية. راح نغليهم على النار، مجرد ما يغلوا راح ننزلهم على الطبقة البيضة بهدوء تام لحتى عنا الطبقات ما تنخلط على بعض. بعد هيك راح نفوتهم، مجرد ما يهدوا معانا راح نفوتهم الثلاجة قبل بيوم، وتاني يوم يقدمهم. يفضل دائما انه تاني يوم تقدميهم وراح تذوقي ألذ واطيب حلا بالتاريخ. ويعطيكم العافية.